صباح الخير عليكم. النهارده عايز أعلّمك إزاي تفهم مشاعرك. يعني إيه تفهم مشاعرك؟ يعني أوقات بيبقى جاي لك وقت كده تبقى متضايق، زعلان، مخنوق، ما تفهمش هل أنت فرحان، هل أنت متوتر، هل أنت عندك إحباط، هل أنت مش عارف توصف مشاعرك للي قدامك، ييجي لك خنقة فجأة كده تلاقي نفسك يقول لك أنا قلبي تقيل وأنا مش قادر أتكلم وأنا عينيا مش شايفة وأنا مش طايق نفسي ولا طايق اللي حواليّا، وتلاقي نفسك وصلت لمرحلة ضغوط بقى صعبة وتتنرفز على كل اللي حواليك وتبقى متضايق ومش عارف تتكلم. في اللحظة دي بقى بنبقى محتاجين إن إحنا نطلّع كل اللي جوانا. يعني إيه أفهم مشاعري؟ يعني أنا مُحبَط، إحباط جالي منين؟ من حاجة معيّنة حاولت إن أنا أوصل لها أو أحققها وما حققتش نتيجة. كنت حاطط أملي على شخص معيّن وما حققش اللي أنا نفسي فيه وأُحبط. جالي موقف كنت مستني إن أنا مثلًا أترقّى في شغلانة أو إن أنا آخُد مرتّب أعلى وما حصلش اللي أنا حاسبه وأُحبط. طيب ده اسمه إحباط، إن أنا مستني شيء والشيء ما حصلش، فبيعود عليّا بإيه بقى؟ بالسلبي، إن أنا أقعد بقى شايل جوايا وأبقى مخنوق ومتضايق ومش عارف أفرّغ ولا عارف أتكلم وأتضايق بقى، توصل لمرحلة بقت اسمها إيه؟ التوتر والقلق بقى والعُزلة، أنا مش طايق حد، ما حدش يتكلم معايا، أنا خلاص وتلاقي نفسك إيه، وصلت لمرحلة ما تبقاش أصلًا طايق الناموسة اللي بتعدّي من قدّام وشّك. طيب في اللحظة دي بقى أنا عايز أتكلم أو عايز أفرّغ، لأ أنا متضايق مش هاتكلم. في اللحظة دي بقى لازم أقول لك على حاجة صغيرة، إن حتّة مشاعر صغيرة بسيطة عندها استعداد إنها تدمّرك كُلّك على بعضيه، لإنّك بتخزّن، ما بتفرّغش، ما بتتكلمش، ما بتعبّرش عن حزنك وإحباطك وقلقك واللي أنت متضايق منّه، ما بتحاولش أصلًا تخلّي الفكرة تمشي وتكمّل وتقول مش مشكلة، أحاول أعمل اللي عليّا وأوصل وأكمّل وأخلّيني إن أنا أبقى أحسن، لأ أنت بتخزّنها وهي بتدخل العقل الباطن وتتحبس، طالما الفكرة اتحبست وإن أنت وصلت لمرحلة زي كده، يبقى أنت دخلت في عُزلة ومش عايز تكلّم حد. العُزلة هنا بقى أنا مش عايزها تطوّل معاك، أنت مش قادر تتكلّم مع حد، ورقة وقلم، ورقة وقلم واللي يذكر اكتب كل مشاعرك، أنا متضايق، أنا تعبان، أنا حصل كذا وكذا وكذا، واكتب كل اللي أنت حاسّه. وبعد ما تخلّص تلاقي نفسك نُص ساعة، ساعة إلّا ربع وخلّصت، امسك الورقة اقطعها، ولّع فيها واطلع من أوضتك، شم نَفَس كبير وخُد نَفَس واهدى، انزل اتمشى، روح أي مكان، ما تقعدش في المكان اللي أنت فيه، اتكلم مع واحد صاحبك يالّا نخرج، يالّا نتفسح، يالّا روح أي مكان، لكن